عزمك مره كابتن بركات في مطعم السمك بتاعه؟ طبعا. ودفعك الحساب؟ فعلا؟ ابو الكرم. والله؟ طبعا. برنس. ما بتدفعهمش يعني لما بيجوا ياكلوا عندك ما بتدفعهمش حاجه؟ لا انا مش كله بصراحه. مش كله. ازاي يعني؟ يعني في اللي ما بيدفعش خالص في اللي بيتعمل له 10%، في اللي بيتعمل له 20%، في اللي بيتعمل له 50%. ده بناء على ايه؟ يعني بصي، يعني مش عارف اقولها ازاي. لا قول ما تكسبش. يعني عامة لو يعني الناس اللي هم معارف قوي او صحاب، لو رجاله كبرهم 10 20%، لو بنات ممكن يوصلوا ل 70 80%. انت راجل ملتزم ومتزوج وتعول، بنات ايه؟ ده ملوش علاقه. ملوش علاقه على فكره خالص حضرتك. ده بيدل على احترامه دي للمرأة. بالظبط كده. ملهاش اي علاقه. انا لساني سيء. اه لا انا ملتزم جدا عامه طول عمري. بس التخفيض بقى دي حاجه تانية. خدي بالك التخفيض دوت كمان مش بايدي انا لوحدي. في سيد معوض كمان موجود معايا. لازم يمضي. وسيد حنين عني شويه كمان يعني. طب بقيت انت بقى خبير في فكره السمك والمطاعم والسيرفي والحاجات دي؟ طبعا. الاول انا كنت فاكر ان احنا بنفتح حاجه احنا مالناش اي علاقه بيها فالدنيا هتغرق مننا. بعد كده اكتشفنا بقى يوم بعد يوم 1 زائد 1 بيساوي 2، وعرفنا نمشي الدنيا والحمد لله. الواحد بيعتبره من احسن الحاجات اللي الواحد عملها، ان هو اولا يفتح مطعم يبقى عنده شغل خاص بره، واللي سعيد بيه كمان ان معايا واحد انا بحبه.